السلام عليكم ورحمة الله. لمبة الزيت من أخطر اللمبات التحذيرية اللي موجودة عندك في العربية، ولكن في نفس الوقت مش كل مرة تنور عندك يبقى كده في مشكلة كبيرة. أحيانا بيبقى مستوى الزيت مظبوط وكل حاجة سليمة، ولكن في حاجة بسيطة جدا هي اللي خلت لمبة الزيت تنور. فباختصار كده هعرفك الأسباب البسيطة والأسباب الخطيرة، وإمتى ينفع تتحرك بالعربية لو لمبة الزيت منورة، وإمتى لازم توقف فورا. وفي اخر الفيديو هعرفك الفرق بين لمبة الزيت ولمبة فحص المحرك، وانهي لمبة فيهم اخطر على محرك سيارتك. ولو في اي حاجة واقفة معاك او مش واضحة او عندك اي مشكلة بصفة عامة في سيارتك، اكتب لي في تعليق وباذن الله ارد عليك. اول ما تلاقي لمبة الزيت نورت، بتركن في مكان مناسب وبتطفي المحرك، وبتنتظر حوالي 3 دقايق عشان المقاس يبقى مظبوط معاك، وبتسحب المقاس وبتقيس مستوى الزيت. لو لقيت الزيت ناقص، فهنا المفروض يبقى معاك لتر زيت احتياطي في شنطة العربية، بتزود منه لحد المستوى الطبيعي. وبعد كده بتشغل المحرك وتتأكد ان لمبة الزيت طفت بعد التزويد، وان مفيش تسريب زيت ظاهر قدامك على المحرك، وهتبدأ تتحرك عادي. بس طبعا لازم تعرف ايه الاسباب اللي خلت الزيت ينقص عندك. هل في تبخير زيت؟ هل في دخان بيخرج من الشكمان؟ هل في تسريب زيت تحت العربية لما بتيجي تتحرك الصبح؟ فعلشان الاسباب تفاصيلها كتيرة، فحسيب لك فيديو في اول تعليق وهيظهر اعلى الشاشة حالا، هيعرفك كل اسباب نقص الزيت بالتفصيل، وازاي تكتشفها بنفسك وتحلها، وازاي كمان تختار زيت مناسب حتى لو مش معاك كتالوج السيارة، لان نوع الزيت من الاسباب اللي تخليه ينقص معاك. فاتفرج على الفيديو عشان مليان تفاصيل مهمة جدا. طيب، كل ده في حالة انك بتقيس الزيت لقيته ناقص، وده سبب بيكون واضح قدامك وظاهر. طب لو لقيت الزيت مستواه مظبوط، هنا من الطبيعي انك تقلق، لان السبب مش واضح قدامك وبتبقى مش عارف تعمل ايه. هل تمشي بالعربية ولا ما ينفعش تتحرك؟ هبدأ معاك الاول بالاسباب البسيطة اللي ينفع معاها تتحرك وتمشي لحد ما تصلحها. لو اللمبة بتنور وتطفي بشكل متقطع، او نورت بدون سبب واضح، ولقيت مستوى الزيت مظبوط ومفيش اي اصوات غريبة من المحرك، ومفيش اي ملاحظات في اداء العربية معاك، فبنسبة كبيرة في مشكلة في حساس ضغط الزيت. والحساس ده بيكون راكب على جسم المحرك، والحساس ده لما بيجيب اخره احيانا بتلاقيه مسرب زيت حوالين الحساس، وده تغييره سهل ومش مكلف. وهنا ينفع تتحرك وتمشي بالعربية عادي، بس لازم في اقرب وقت تغير الحساس ده، لان هو اللي هينبهك لو حصل عندك مشكلة حقيقية في المحرك، بيخلي لمبة الزيت تنور عشان تاخد بالك ان في مشكلة، وهي دي وظيفة الحساس. اما بقى لو لقيت لمبة الزيت نورت وفضلت ثابتة وما بتفصلش، ولقيت الزيت مقاسه مظبوط ومفيش نقص، بس سمعت صوت خشونة او تكتكة او خبط في المحرك، فهنا لازم توقف فورا، لان الصوت ده معناه ان الزيت مش واصل لاجزاء المحرك بالشكل المطلوب، والاحتكاك بيزيد، وده بيعمل معاك تآكل في السبايك وبيرفع حرارة المحرك، وممكن يقفش منك وتدخل في عمرة كاملة. فهنا ما ينفعش تتحرك بيها. والسبب هنا يا اما ترمبة الزيت ضعفت وما بقتش قادرة ترفع الزيت لفوق، او فلتر الزيت مسدود او نوع رديء، او في سدد في مجاري الزيت بسبب انك بتمشي على الزيت فترة طويلة ومش بتغيره في ميعاده، وممكن برضو الزيت نفسه يكون خفيف عن الموصى بيه، او نوع غير مناسب او مغشوش. كل ده بيقلل ضغط الزيت داخل المحرك، فبالتالي الاحتكاك بيزيد وبتسمع اصوات التكتكة والخبط. وهنا قبل حد ما يقول لك غير اي حاجة، الاول لازم تعمل فحص لضغط الزيت عشان توصل للمشكلة. والفحص ده بيتم عن طريق انك بتفك حساس الزيت وبتركب مكانه ساعة قياس ضغط ميكانيكية، وبعد كده بتشغل المحرك، ومن خلال قراءة ساعة القياس هتعرف هل ضغط الزيت منخفض فعلا ولا لا. وفي نقطة مهمة جدا ناس كتير بتتلخبط فيها، انت اول ما بتشغل المحرك الصبح، لمبة الزيت لو نورت ثانية او ثانيتين وبعد كده اتطفت، فده طبيعي في اغلب السيارات، لان ترمبة الزيت بتكون لسه بتبني ضغط زيت جوه المحرك. لكن لو لقيتها بتتأخر في الاطفاء او فضلت منورة اكتر من الطبيعي، او مثلا وانت بتهدي السرعة عشان تقف في اشارة ولقيت اللمبة نورت معاك، واول ما بتدوس بنزين وتتحرك بتلاقي اللمبة اتطفت، كل ده برضو بداية ضعف في ضغط الزيت، ولازم تفحص بدري وتقيس ضغط الزيت بساعة الضغط اللي اتكلمنا عنها
قبل ما تلاقي نفسك الموضوع وصل معاك لأصوات تكتكة أو خبط في المحرك بشكل مفاجئ على الطريق وتعطل نفسك، أو المحرك يقفش منك وتدخل نفسك في عمرة مكنة تكلفتها كبيرة. فدي أخطر نقطة خلي بالك منها. أما بالنسبة للمبة فحص المحرك فدي ملهاش علاقة بالزيت. اللمبة دي وظيفتها إنها بتنبهك إن في خلل عندك في حساس معين، أو بنزين مش نضيف، أو حرق غير منتظم جوه المحرك، فبتنور عشان تنبهك تفحصها على جهاز أعطال في أقرب وقت. ولكن هي ما فيهاش خطورة إنك تمشي عليها منورة لحد ما تصلح العطل، إلا في حالة واحدة بس. وعشان الفيديو ما يبقاش طويل، فلو عايز معلومات اكتر عن لمبة فحص المحرك بالتفصيل هسيب لك الفيديو في اول تعليق وهيظهر اعلى الشاشة حالا. ولو لمبة الزيت نورت معاك او اي لمبة تحذيرية نورت عندك في التابلو، او عندك اي مشكلة في سيارتك بصفة عامة، اكتب لي في تعليق وهرد عليك باذن الله. ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفيد، ولايك للفيديو واشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.